رغم إن زبونه حدف لي مكنة الفوري وقلبني عشان خاطر الموز. أول امبارح رُحت الكشك جنب البيت عندي، أنا متعود لمّا أروح أدفع أي حاجة فوري أروح عند الشاب ده، بقى عارفني وبقيت أنا عارفه بقى لنا فترة بنتعامل مع بعض. سلام عليكم، وعليكم السلام، عايز أدفع فوري ليه؟ قال لي شغالة خدمة. المهم مسك المكنة ولسه يضرب الأرقام، جات عربية بتاعة أوبر أو كريم، ركنت نزلت منها بنوتة ضاربة بادي مدلدلاه تحت الدبابيس والمسائل باظة وخارمة حلق في مناخيرها والتاتوهات مغرقة جسمها، تاتوهات يعني. الولد اللي كان واقف بيكلمني وماسك المكنه فجاه كده ايديه سابت المكنه وابتدى يبص لها سلو موشن وهو ابتسامه من الودن للودن. وصاحبه اللي واقف بره ابتدى هو كمان يشوف طلباتها ايه ويجيب لها شيبسيات ويجيب لها، يقول لها انا عندي هناك كاندي ده، وتقول له انا مش عايزه الا في الشمس، يقول لها لا ده انا لسه معلقه. وكان ليه اتنين اصحابه لقيتهم بيتحركوا كده ناحيه الباب ويجوا وقفوا جوه الكشك في خلفيه الولد، اسدين قصر النيل وكلهم مبتسمين ومحولين. بقيت مستغرب من الموقف، واقف انا عمال اتفرج عليه. قلت له لو سمحت خليني امشي. راح باصص لي قال لي طب ثواني يا استاذ مش معايا زبون. رحت باصص له عيني في عينه وكأن عينينا اتكلمت مع بعض ومش انا اللي واقف قبلها. فاتكسف قال لي بس طب امسك المكنه دخل انت الارقام. رحت باصص له برضه ومتنح له في عينه، عيب ده انا زبونك ما تعملش معايا كده اهو وما تقلبنيش عشان بنوته معديه، دي عابر السبيل مش هتشوفها تاني. المهم لقيت الولد راح سايبني وبرضه راجع باصص لها ومتنح والابتسامه من الودن للودن، وفي انياب بتاعت فامباير ابتدت تطلع له. فجأة حسيت إن في 4 ذئاب بشرية هيعملوا مصيبة. المهم حبيت أفك المعركة دي وعزة نفسي قبت عليا برضه، ما أنا مش جرافيك واقف قدام. قلت له بقول لك إيه، دخل أرقام أنت، أنا مش ناقص أدخل رقم غلط، الموضوع ده فيه فلوس هتدفع، كمل الخدمة. راح باصص لي وهو على اخره وابتسامه صفرا بقى ومن تحت الدرس، تحت امرك كام الرقم؟ وابتدى يكتب الارقام. طب عيد الرقم، المبلغ كذا، اديته الفلوس. المهم خد الفلوس وهو اساسا باصص ناحيتها، حطيت له الفلوس في ايده، راح قاطع الريسيت ومديهوني، خدت الريسيت منه، فضلت واقف متنح له. المهم هو يبص لي يصغر ويبص لي يبتسم. وفجأة كده حسيت كأن الأربعة شايفين مثلا قدامهم صينية بطاطس بدبابيس الفراخ وكانوا جعانين والريالة ابتدت تنزل منهم وخدودهم احمرت وشعرهم وقف، كان حالهم عجيب. المهم بقيت ماشي وانا متضايق عمال اقول انا مش هاجي للولد ده تاني، وبعدين اقول مش مشكله ما هو شاب غصب عنه، ما اصل البنت برضه ايه اللي هي عاملاه وقلعه ولابسه ومسائلها مش واضحه، يعني هي نازله تعمل استعراض افريقي ولا ايه خرم حلق في مناخيرها ليه؟ يعني الجو ملفت. وارجع برضه ايه الشيطان يلعبني، لا بس انت راجل كبير ازاي ان هو يقلبك ويعمل كده، ده انت زبون وبتاع ما تجيلوش تاني. المهم ما علينا، شاركونا انتوا الرأي، قولوا لي انا كنت غلطان اني غلست عليه، ولا كنت اسيبه وامشي، ولا كنت افضل مستني لغايه لما يخلص بصبصه ونيابه توصل لغايه تحت دقنه ويعضها من رقبتها هو واللي معاه. كانت هتبقى مصيبه يا جماعه.